طبعًا للمرأة دور فعّال في الهلال الأحمر الكردي هي لها دور فعّال في جميع المكاتب والأقسام المرتبطة بالهلال الأحمر الكردي، كمكاتب مدراء المشاريع، غرفة العمليات، كمكتب الحماية والدعم النفسي والموارد البشرية، والمالية. جميع المكاتب المرتبطة بالهلال الأحمر الكردي للمرأة دور فعّال ونشِط فيها. عدد النساء يتقارب حوالي 224 امرأة في الهلال الأحمر الكردي. طبعًا في كتير نقاط دور المرأة فعّال فيها، مثل عندنا مخيم الهول. مثل ما بنعرف مخيم الهول هو أخطر نقطة فينا نقول على وجه الأرض يعني. فالمرأة لها دور فعّال في هي النقطة من خلال جميع الأقسام الموجودة، سواء الطبابة، سواء الدعم النفسي، سواء الإسعافات الأولية، سواء الإسعافات العامة. فهي دائمًا تكون حاضرة وفعّالة بهي الأقسام. بالنسبة لأهالينا نحن دائمًا على استعداد في تقديم المساعدات الإنسانية للعوائل النازحين، مثل السلال الصحية، السلال الغذائية. فالمرأة هون لها دور فعّال في تجهيز هذه السلال وتوزيعها على الأهالي بطريقة عادلة وبطريقة سليمة، بحيث كل العوائل تقدر تستلم هاي السلال، سواء كانت صحية أو الغذائية.